السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عشاق محبي الكرة المغربية في كل مكان، والمنتخب المغربي الحبيب بنقول لك عليه شيء محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد واللايك الجميل. ولو حابب تنزل تطمن قناتها طبعا شرف كبير ان انا اقول لك على انجازات الكرة المغربية في عهد لقح او في عهد فوزي لقح. طبعا يعني كده حدث ولا حرج عن هذا الاسم، المغرب يسطر التاريخ عالميا في جميع الفئات العمرية. بيقول طبعا شهدت الكرة المغربية في عهد فوزي لقح يعني كده قفزة نوعية في غير مسبوقة على الصعيدين القاري والدولي، من المنتخب الوطني الأول لطبعا الفرق النسوية والفئات العمرية. سجلت الكرة المغربية في عهد رجح طبعا إنجازات تاريخية جعلت المغرب في صدارة المنتخبات العربية والأفريقية. طبعا المنتخب المغربي الأول نصف نهائي كأس العالم، وطبعا أسطورة كروية. بيقول المنتخب الأول المغربي حقق التأهل لنصف نهائي كأس العالم، وهو إنجاز تاريخي عربي طبعا يؤكد قوة الكرة المغربية على الساحة العالمية. هذا النجاح أعاد المغرب مرة تانية لمكانته بين الدول وكبار المنتخبات في القارة العالمية والإفريقية والعربية. لعب مباريات تاريخية أمام أقوى الفرق العالمية. المنتخب الوطني الأول وأيضا المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة حقق البرونزية الأولمبية أو كأس أفريقيا، والمنتخب الوطني لأقل من 20 عام نهائي أفريقيا وتأهل عالمي طبعا. وبنشهد اليوم يعني تأهل وطبعا فوز على المنتخب البرازيلي، وفوز على المنتخب يعني كده الكولومبي والمكسيكي وكل الفرق اللي موجودة حاليا. طبعا يعني حدث ولا حرج، المنتخب الأمريكي آخر فوز للمنتخب على المنتخب الامريكي. المنتخب يعني كده يحقق فوز عالمي، وان شاء الله طبعا يتاهل لنهائي المونديال ويفوز بالمونديال ان شاء الله لاقل من 20 عام. وايضا المنتخب الوطني لاقل من 17 عام عمل انجازات طبعا متكرره في فوزه بنهائي افريقيا، ووصل نهائي كاس افريقيا، وتاهل مرتين لكاس العالم. وطبعا يعني كده كره القدم داخل القاعه، الهيمنه المغربيه على القاره والعالم 3 مرات كاس عالم، وكأس العرب مرة، وكأس القارات، والتأهل مرتين لكأس العالم، والوصول لربع النهائي مرتين. وأيضا الكرة النسوية في عهد فوزي لقح طبعا صعود مستمر ومنافسة عالمية. طبعا الأدوار الإقصائية في كأس العالم في المنتخبات النسوية تحت 20 سنة وتحت 17 سنة، وأيضا كرة القدم الشاطئية وحضور لافت للكرة المغربية. وطبعا المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية. والإنجازات الكرة المغربية جاءت في عهد فوزي لقح لم تكن صدفة، بل نتيجة لرؤية واضحة واستراتيجية ناجحة لتطوير جميع المنتخبات الوطنية المغربية. واليوم أصبح مثال على النجاح الرياضي المستمر في إفريقيا والوطن العربي. كل التوفيق للمنتخب المغربي الحبيب، وكل التوفيق لفوزي لقح، وكل التوفيق للكرة المغربية. ولو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش بأجمل لايك بعد الصلاة على سيدنا محمد، هنجيب لك كل ما يخص الكرة المغربية والكرة العالمية إن شاء الله.